القصة ديال اليوم على كيفاش تحول طفل صغير بريء إلى مجرم، أو لا خلينا نقولوا سفاح اللي قتل 9 ديال الناس. هاد القصة اللي تحولت لقضية رأي عام، واللي كنظن أنها تقدر تكون السبب باش أن القانون في صربيا يتعدل. بلا ما نزيد نطول عليكم أكثر، وخلينا نبداو في القصة ديالنا. كوستا واحد طفل صربي اللي في العمر ديالو 14 عام، كان من المتفوقين في الدراسة ديالو. كان طفل مجتهد من داك النوع اللي كتلقاه كيجي هو الاول المدرسه وكيجلس في الطاوله الاولى، حتى لان كلشي كيبان طبيعي، طفل عادي عنده حياه عاديه، من المدرسه للدار، من الدار للمدرسه. ولكن اللي ما كانش عادي واللي ما كانش كيعرف كلشي ان هاد الطفل كان كيعاني من واحد المشكل اللي كبير وكيعاني في صمت. واحد المشكل اللي كنظن ان بزاف كيعانيو منه حتى واحد ما كيدوي عليه، واللي هو التنمر. بزاف منا كيستهانوا بهاد القضية وكتجيهم شي حاجة اللي عادية بيزار، ولكن في الحقيقة هي راه مشكل كبير، وبالخصوص الأطفال وطفل في السن ديال كوستا اللي هو 14 عام. بسبب التفوق الدراسي ديال كوستا، كانوا مجموعة من البنات وبعض الدراري اللي كيقراو معاه كيغيروا منه. داكشي علاش كانوا كيتنمروا عليه. مرات كيديروا له مقالب، مرات كيعايروه، مرات كيضحكوا على اللبس ديالو، على الطريقه ديال الهضره ديالو، على اي حاجه دارها. المهم خاصهم يتنمروا عليه. وبعض المرات كانوا كيقدروا انهم يضربوه ولا يرميو عليه الحجر كاع، كما تشوفوا في هذا الفيديو هذا. تعداو التنمر ولاو كيعنفوه جسديا كاع، لدرجه انه كان تيكون جالس في القسم حتى كيضربوه راسو، كيدور يشوف شكون كيلقى كلشي تيضحك عليه. تقدروا تقولوا كانوا رادين له حياته جحيم. واخا كان كيمشي يتشكى منهم الاستاذ اللي كان كيقري التاريخ، ما كانش كياخذ هدرته بجديه. واخا كيعاود له الموقف، كيعاود له كاع شنو طرا، ما كانش واخده بجديه. كيقول له واخا دابا ندوي معاهم باش يصدروا السلام. وصافي كوستا طلع عليه هادشي في راسو، وقرر بانه ياخد حقه بيديه، ينتقم من راسو. واحد المرة وكما العادة كانوا مدورين واحد 8 ديال البنات كيتنمروا عليه. هو ينفعل عليهم وقال لهم غير عقلوا على هادشي هذا اللي كديروا، غنقتلكم واحد بواحد. وفي طبيعة الحال هما في ديك اللحظة بداو كيضحكوا عليه، ما خداوش هضرته بجدية. ولكن للأسف هو كان صادق في هضرته، وديك الهضره كانت خارجه من الاعماق ديال قلبي. الصراحه انا كنت عجب كيفاش خلاو الطفل بهذا العمر يقول هضره بحال هكا ويحقد عليهم لهاد الدرجه هذه، لدرجه انه بغى يقتلهم كاع. فعلا كانوا راضين له حياته جحيم. هنا كوستا بدا كيوجد في الخطه ديالو باش يصفيها ليهم كاملين بلا ما يفلت منه حتى واحد. وكما كتعرفوا كوستا واحد الطفل اللي هو ذكي، ماشي شي واحد اللي غبي ولا داكشي. علاش مشى وخدا واحد الورقه وقيد فيها كاع السميات ديال هذوك اللي كانوا كيتنمروا عليه كما تشوفوا دابا، واللي كانوا اكثريتهم بنات و8 بالضبط. وكما كتشوفوا داك الاسم اللي مضروب عليه فهو ديال واحد الدري، واللي كان جا طلب منه السماحه قبل ما يطرا هادشي هذا، وقال له بلي راه كيدير داكشي غير حيت صحابو كيديروا هكاك. صافي كوستا سمح ليه، وداكشي اللي ضرب على سميتو من تمايا. وخدا ورقه اخرى ورسم فيها الطريقه ديال الدخول ديالو والخروج وشحال ديال الوقت يخصو. المهم قاد كاع البلان اللي خاصو. تقول شي مجرم متمرس، وخا هو راه طفل باقي عنده 14 عام. بقات خاصة حاجة وحدة، واللي هو سلاح الجريمة. اللي ما عارفينش نتوما على كوستا، انه كان كيمشي مع با ملي كان صغير لنادي الرماية، كيتدرب على السلاح. فهو ديجا متمرس وعنده خبرة في السلاح، كيعرف كيفاش يتعامل معاه، زعما كيفاش يشارجيه، كيفاش يتيري به. كنظن راكم فهمتوا شنو قصدت. دابا كلشي واجد، بقى خاصو غير النهار المناسب باش ينفذ العملية ديالو. اختار واحد النهار اللي كانوا قارين عند داك الاستاذ ديال التاريخ نيت، هكا غيكونوا كاملين مجموعين وما يفلت منه حتى واحد فيهم. خدا الباس سلاح من الدار ومشى بيه للمدرسة، هو هزو في يديه وصافي عادي غادي بسلاح في يديه طاطا حتى للمدرسة. فاش وصل الباب ديال المدرسة وبغى يدخل، هنا وقفوا الحارس الأمن، قال له فين غادي، شنو داكشي في يدك داخل به؟ في هاد اللحظة كاملين تكونوا تسألتوا كيفاش طفل صغير غادي يهز سلاح في يديه حتى المدرسة، وصلت حتى للباب وقفوا الحارس حتى واحد ما داها فيه. فراه كنظن بانه محيط الطفل باقي صغير في عمره 14 عام، ما كنظنش، مستحيل شي واحد يشك بانه هاد السلاح حقيقي في يديه.
غيكون كيحسب لهم بانه هذا السلاح لعبه والسلام وغادي. وتا الحارس اللي وقفوا في الباب راه وقفوا غير حيت واخا يكون سلاح لعبه ما خاصوش يدخلوا معاه المدرسات. شي علاش وقفوا، ما كنظنش بانه كنعرفوا سلاح حقيقي. خلينا نرجع للقصه ديالنا. هنايا كوستا نيش في داك الحارس ديال الامن وعطاه ضربه واحده للراس طيحو، وكمل طريقه لجهه القسم ديال داك الاستاذ ديال ماده التاريخ. ومنين دخل تمايا بدا كيتيري فيهم واحد بواحد كاع دوك اللي كانوا عنده في داك اللائحه ديالو، ومنهم حتى داك الاستاذ ديال التاريخ اللي كان كيمشي يشكي عليه وما كان كيدير له حتى حاجه، ما كانش ديها في هضرته. وداك الساعات تما راه ما دار داكشي اللي كان باغي يدير. خرج وعيط للبوليس وصافي عادي، زعما بحال اللي ما طرات حتى حاجه. من بعد ما تيرا في الاستاذ ديال التاريخ و8 ديال البنات في المجموع، قتل 10 ديال الناس، وخرج اتصل بالبوليس وسلم راسو عادي. زعما قال لهم باللي هو مريض نفسي، واصلا في القانون الصربي ما عندهم ما يديروا الطفل عنده 14 عام ما يمكنش يدخلوا للحبس. داكشي علاش قلت لكم ان من بعد هذه الحادثه يقدر القانون يتعدل كاع. فراه منطقيا الا جيتي تشوف طفل ما يمكنش يدير هذا الشيء، وخصوصا بعد الاحترافيه العاليه. ودابا واخا كاع ما يعاقبوش القانون، فراه ما كنظنش ان دوك العائلات ديال الضحايا يسكتوا واخا ولادهم يكونوا غالطين كاع ويستحقوا العقاب. فهو ماشي لديك الدرجه ديال القتل. وكنظن انه داك الاستاذ ديال التاريخ كون خدا الهضره ديال كوستا بجديه كاع ما يطرا هادشي كامل. داكشي علاش ما خاصناش نستهنوا بهذا الموضوع. فراه فعلا بسبب هادشي كيولي عندنا بزاف ديال المرضى النفسيين والمعتلين في هذا المجتمع، ولا ما داروش شي حاجه وهما صغار بحال اللي دار كوستا دابا. راه ما تقدرش تعرف شنو يقدروا يديروا مستقبلا منين يكبروا. والاغلبيه ديال القتله فراه داك الاضطراب اللي كيكون عندهم في الشخصيه ديالهم وفي النفسيه ديالهم راجع الصغر ديالهم وداكشي اللي داز عليهم في الصغر. وكتلقاهم اغلبيه فيهم تعرضوا للتنمر فاش كانوا صغار. كنتمنى هذا الموضوع يوليو يدويو عليه اكثر ويولي يتاخذ بجديه اكثر ويوعيو بالخطوره ديالو. فراه واخا تشوف انت دابا راك كضحك وما ضرك بوالو، فراه يقدر يضرك مستقبلا. وانت ما ضركش انت يقدر يضر ولدك شي حد من عائلتك. فراه انت كتساهم باش انك تنتج لنا مختلين. فهذا كان الراي ديالي، وكنتمنى حتى نتوما تشاركوني الاراء ديالكم لتحت في لي كومونتير، وما تنساش تضغط معك على زر اللايك. وقبل ما ننسى نخلي لكم واحد التسجيل صوتي حقيقي ديال الطلقات الناريه اللي كنت كتسمع في المدرسه في الوقيته فين كان الدري كوستا كيتيري في الزملاء ديالو.